حبيبي انت بتجيب كام صفقه؟ قول لي كام صفقه، قول لي كام واحد رفع عليك قضيه، قول لي كام ملف انت فشلت في ادارته، قول لي كام لاعب مشي من عندك فشلت انك انت تجدد له. فانت فاشل، ما تجيش تحملني انا نتيجه فشلك. عالج انت فشلك وبعدين تعالى اتكلم عليا. لو في الاخر يطلعوا يقولوا لك ايه ده الاهلي نادي الدوله، الاهلي نادي الدوله، ويطلع واحد المفروض معروف انتمائه ان هو انتمائه زملكاوي، زملكاوي يا صديقي، زملكاوي، يطلع يقول لك ايه الاهلي بنسبه كبيره لو طلع من الترجي بفضيحه فبنسبه كبيره المدرب ده هيمشي. اللي هو انا عارف ان الجماهير قلب على المدرب وقلب على اللعيبه وقلب على الاداره، فهطلع بقى احط السم في العسل. بص، حته انك انت تطلع تقول كلام زي كده هو غير مقبول، غير مقبول نهائيا. مفيش اهلاوي هيعدي الكلام ده، مفيش اهلاوي هيقبل ان حد يقول على ناديه الكلام ده. ولكن انا بقول اهو، وقلت كتير ولسه بقول اللعيبه دي عليها ان هي ترد في الملعب، على اللعيبه ان هي ترد في الملعب، على اللعيبه ان هي تموت نفسها في الملعب، على اللعيبه ان هي ترد اعتبارها وترد اعتبار الجماهير وترد اعتبار النادي، على اللعيبه دي ان هي تدافع عن تاريخها. لما يطلع واحد زي ابراهيم عبد الجواد معروف انتمائه ان هو زملكاوي، يطلع يقول لك الفريق لو خسر قدام الترجي او الاهلي لو خسر قدام الترجي بنتيجه فاضحه تروب هيمشي. بص، احنا معترضين على الاداره، معترضين على اللعيبه، متضايقين من الصفقات، متضايقين من كل الملفات، متضايقين من ملف الجماهير اللي الاداره حاطه ايديها في الميه البارده، متضايقين من كل حاجه. ولكن ساعه الجد بنساند، ساعه الجد هتلاقينا واقفين ورا النادي بتاعنا، مش هنقطع فيه ومش هنمشي وراك، لان احنا عارفين ان انت بتقول كلام الظاهر بتاعه حق يراد به باطل، عارفين انت كلامك انت تقصد بيه ايه. ولكن بصراحة العيب مش عليك، العيب على اللي خلاك انك انت تطلع في قناة زي كده وانت انتمائك زملكاوي 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 فوق ما تتخيل، وتطلع تقول كلام زي كده على النادي الاهلي ولاعيبه الاهلي. فمحدش هيقبل بكلام زي كده، ولكن ده الطبيعي. ويرجعوا في الاخر يقول لك ايه، اصل الاهلي نادي الدوله، الاهلي نادي الدوله بيتهاجم على قناه الدوله، بيتقال عليه كلام المفروض ما ينفعش اصلا يتقال على قناه نادي الدوله. بس وياما لسه هنشوف. ده كان رد بسيط على الاخ ابراهيم عبد الجواد، ولكن احنا لسه معانا فيديوهات كتير، لسه معانا النهارده اكتر من حد النهارده برضو على قناه الزمالك بيتكلموا في كلام، هنسمع هم بيقولوا ايه ونرجع نرد عليهم. ولكن النهارده المباراه بتاعه الاهلي الساعه 11، الساعه 11 بتوقيت القاهره، مباراه قويه جدا، مباراه مفصليه، مباراه، لا انا بشوف عن نفسي او وجهه نظري ان المباراه لا تقبل القسمه على اتنين. مباراة أكون أو لا أكون، مباراة المفروض إن اللاعبين بيدافعوا عن كبريائهم، بيدافعوا عن كبرياء النادي الأهلي، لاعبين بيدافعوا عن جمهور النادي الأهلي، لاعبين المفروض يحطوا كل الفيديوهات اللي اتحطت قدامهم أو كل الفيديوهات اللي احنا شفناها الفترة اللي فاتت أو على مدار الفترة اللي فاتت قدام عينيهم، تتحط قدامهم كده ويشوفوا كمية الاستهزاء اللي استهزئ بيهم، يشوفوا كل الفيديوهات دي علشان خاطر تبقى حافز ليهم ان هم يدافعوا عن نفسهم ويدافعوا عن كرامتهم وعن كرامة النادي ويدافعوا عن كبريائهم وعن تاريخهم ويدافعوا عن التيشيرت اللي هم لابسينه، ينزلوا يقاتلوا في ارض الملعب. عايزين 11 مقاتل مش 11 لاعب، 11 مقاتل مش 11 لاعب. وانا متاكد ان النادي الاهلي هيكون كده النهارده، متاكد ان النادي الاهلي هيكون كده النهارده، والاهلي دايما معودنا على الكلام دوت، الاهلي دايما معودنا على الكلام ده. فاحنا النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي عارفين احنا مين، عارفين قيمه التيشيرت اللي احنا لابسينه. لازم اللعيبه تحس بالكلام دوت. حصلت مناوشات امبارح بالليل عند الفندق بتاع النادي الاهلي، وبعض من جماهير الالتراس الترجويه راحوا طبعا عملوا شماريخ والعاب ناريه والكلام دوت، وده طبعا ان كان اتعمل فاتعمل علشان خاطر يشتتوا ذهن اللعيب. ولكن انا من مكاني هنا بقول ان احنا في مصر هنا متعودين على الكلام ده، متعودين على الشماريخ، متعودين على الليزر، متعودين على كل الكلام ده. احنا اصلا عندنا في مصر مفيش فرح اصلا ما بيجيش فيه العاب ناريه، ما بيجيش فيه شماريخ. فكل الكلام ده بالنسبه لنا احنا متعودين عليه، واللعيبه دي لعبت مباريات كتير جدا 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 جدا، فهم قادرين ان هم يعدوا الكلام دوت، قادرين ان هم يكون عندهم ثبات انفعالي، قادرين ان هم يكونوا هاديين في ارض الملعب. وخلي بالكم يا رجاله، القصه وما فيها اول ربع ساعه، عدوا بس اول ربع ساعه، وكل الوقت ما بيعدي كل ما الضغط الجماهيري بيتصدر لنادي الترجي ولاعبين نادي
الترجي. تعالوا بقى نشوف بقى الفيديو ده بيتكلم عن ايه في قناه الزمالك. قناه مش عارف، تحس ان هي بلس 18، تحس ان هي قناه ملهاش علاقه بالرقابه خالص، قناه ما عليهاش اي رقابه نهائي. تعالوا نشوف الفيديو ده بيتكلم عن ايه ونرجع نرد عليه. وبالمناسبه يعني يا جماعه، ليفل الوحش ان الاقي ناس بتتريق يا عيني على قفشه صاحب القضيه، علشان قفشه بيقول لك الزمالك مهما كان ظروفه تعبان وبيكافح، هو الزمالك ونادي عظيم. ايه اللي قاله قفشه يعني؟ يقول لك هو ايه يعني اللي بيعاني منه الزمالك؟ تيجي تبقى مكاني وتشوف. بس انا قلتها لحضراتكم قبل كده، انا عمري ما هحس برفاهيته وهو عمره ما هيحس بمعاناتي. لا انا عمري اتحط لي المعلقه الذهب في بقي، ولا هو عمره شيء الشقه اللي انا شقيته. يسخرون من صفقاتك اول الموسم، ثم يسخرون من ظروفك في منتصفه. النادي اللي عليه 14 قضيه، 15 عليا ب 16، مش دي ظروف انت بتتريق عليا بسببها؟ في اخر الموسم او في الثلث الاخير من الموسم جاي تتعجب من انبهار الاخرين بصمودي. انا صامد يا عم، وفخور ان انا صامد. لاعب زي قفشه، انت بتقول قفشه والناس بتستغرب من كلام قفشه والكلام دوت. لاعب زي قفشه هو لاعب، انا بشوف ان هو لاعب طيب ولكن بسذاجه شويه. وخلي بالك مش قفشه بس، ده انت هتلاقي اهلاويه كتير جدا 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 بنفس العقليه بتاعت قفشه، يعني مش قفشه بس. ولكن انت بتقول ان الناس طلعت تستهزأ بيك، وان انت صامد، وان انت عامل انجاز ومش عامل انجاز، وان انت ظروفك غير ظروفي. طب تعالى خد ظروفي وهات ظروفك حبيبي. انا ظروفك دي انا ما اجبرتكش عليها، ظروفك دي انت اللي عملتها، ظروفك دي انت السبب فيها، ظروفك دي الادارات على مدار التاريخ الزملكاوي هم السبب فيها. الفشل الاداري بتاعك انا ماليش دعوه بيه. انت دلوقتي بتجيب لعيبه كتيره جدا، لعيبه مش بتقدر تدفع لها فلوس، مش بتقدر تديهم مستحقاتهم، فبالتالي بيطلعوا على الفيفا يرفعوا عليك قضايا. فلما تيجي تقول لي 12 و13 و14 والناس بتستهزأ ويقول لك عليا ب 13 وب14 وب15 وب16، انا ماليش فيه، دي مش بتاعتي، دي بتاعتك انت. انت فاشل، ما تحملنيش انا نتيجه فشلك. انت راجل مش عارف تدير، فما تجيش في الاخر تقول لي عليا ب 13 وب 14 وب 15 وب 16 والناس بتستهزأ ومش بتستهزأ، وتيجي تكلمني وتقول لي قفشه ومش قفشه. انا بقول لك في ناس كتير جدا وعقليات كتير نفس قفشه، وبيفكروا بنفس التفكير اللي بيفكر فيه قفشه. تفكير ساذج جدا، تفكير ساذج. في الاخر تقول لي انا مولود في بق معلقه ذهب، وانت مش عارف الدنيا جايه عليك، وانت المجره كلها قلب عليك، وانت مش عارف ايه. حبيبي انت مين في مصر ملوش عندك فلوس؟ حبيبي انت بتجيب كام صفقه؟ قول لي كام صفقه، قول لي كام واحد رفع عليك قضيه، قول لي كام ملف انت فشلت في ادارته، قول لي كام لاعب مشي من عندك فشلت انك انت تجدد له. فانت فاشل، ما تجيش تحملني انا نتيجه فشلك. عالج انت فشلك وبعدين تعالى اتكلم عليا. فانا نفسي بجد انكم انتوا تركزوا مع فريقكم، او تركزوا مع النادي اللي انتوا يعني واقفين على المنصه بتاعته او في القناه بتاعته زي ما انتم مركزين مع الاهلي. ولكن انتوا عارفين ازاي تجيبوا مشاهدات. انت عارف ان انت لما تربط نفسك او تربط اسمك باسم الاهلي فانت طبيعي تجيب مشاهدات، طبيعي الريتش عندك يعلى. فخليكم في مشاكلكم وخليكم في بلاويكم، واحنا المشاكل اللي انتوا فيها احنا ملناش دعوه بيها، احنا مش سبب فيها، احنا مش طرف اصلا. انت فاشل على كل المستويات، فما تجيش بقى تحملني انا نتيجه فشلك. يلا نشوف اللي بعده ونرجع نرد عليه. لكل من يحاول ان هو يأثر على وجهة نظر حقيقية، وان هو يحاول يأثر على جمهور الزمالك العظيم، او على التقليل من قيمة وقدر ومكانة جمهور الزمالك، او يعطل مسيرة الفريق، او انه يتصدر الدوري، او فكرة انه هو يكون مقترب ان يفوز بالبطولة الافريقية، كل الكلام ده مش هتنجح فيه. هنفضل مكملين، وهنفضل صوت الزمالك، وهنفضل ندعم الفريق ونتكلم عنه، ونتكلم عن اي حاجة تحاول تمس جمهور نادي الزمالك. يا جماعة المفروض ان احنا بنبني جيل قوي ومحترم من اللعيبة اللي هتكون مستقبل الساحرة المستديرة في مصر، وبالتأكيد لما يكون في اي خروج عن النص نتحدث. ولا هو صوت الحق دلوقتي بقى هو اللي غلط؟ ما تفهمونا هو الامور بتدار ازاي؟ ولا حتى فكرة انك بتدافع عن قضية بالتأكيد خسرانة، لان قضية صوت الحق والاحترام داخل الملاعب المصرية عمر ما في اتنين ممكن يختلفوا عليه ابدا. بصوا في ورقتكم، الزمالك هيفضل في صدارة الدوري وينافس على افريقيا. كلام فاضي وكلام في اي كلام في اي كلام، كلام ابن عم حديد.
كلام بجد، كلام فاضي وكلام ملوش اي 30 لازمه. تقول لك احنا لعيبتنا رجاله، احنا لعيبتنا مش عارف ايه، احنا لعيبتنا. انت مش محتاج تقول لهم يا حبيبتي انت هدي نفسك كده شويه، هدي نفسك كده شويه. حبيبتي انتوا كنتوا بتطلعوا من الكونفدراليه مع فرق اصلا يعني احنا عمرنا اصلا ما سمعنا اسمها في طبق اليوم. حبيبتي انت دايما على مدار التاريخ يا تاني يا تالت، يا تاني يا تالت، الاهلي اللي دايما في الصداره. انتوا بس ايه حته ان الاهلي يعني فرق عنكم دلوقتي ب3 نقط ولسه في 6 مباريات وما بينه وما بينكم مباراه، مقويه قلبكم شويه. فخليكي هاديه، خليكي هاديه كده واتك على الصبر واصبري لاخر الموسم. خدي نايبك صبر، خدي نايبك صبر وما تتسرعيش عشان ما ترجعيش تندمي زي اللي قبلك ما ندم. لكن اي كلام في اي كلام، هري في اي هري، نفس العقليه نفس التفكير نفس الكلام، مفيش اي تغيير ومش هتشوف اي تغيير. انها المظلوميه يا ساده، انها المظلوميه، المظلوميه اللي من اصغر مشجع لحد رئيس النادي بيتكلم عليها. بصوا في ورقتكم، الزمالك سيظل في صداره الدوري، والزمالك هيفضل بطل افريقيا، والزمالك مش عارف ايه، واللا بلا 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 بلا، والكلام الكلام الجميل اللي انت هتفضل تسمعه من هنا لحد السنه الجايه. هو مين يا حبيبتي اللي باصص في ورقته؟ ومين اللي مش باصص في ورقته؟ عشان بس افهم، هو انت كده باصه في ورقتك؟ انت كده باصه في ورقتك لما انت كل فيديو ليكي او كل حلقه ليكي كل ما تطلعي، لو دخلت الحمام وطلعت من الحمام تطلعي تتكلمي على الاهلي، بتتكلمي ما بين كل فرد وفرد عن الاهلي، بتتكلمي ما بين الفطار والغدا والعشاء والمعرفش ايه على الاهلي. هو في يا بنتي حاجه غير سيره الاهلي؟ هو انت اصلا ناجحه انك انت تقفي في مكانك الا بسيره الاهلي؟ هو انت اصلا لو ما جبتيش سيره الاهلي حد هيتكلم عليكي ولا حد اصلا هيسمع عنك؟ انت الناس بتتكلم عليك وجايبه سيرتك وعندك ناس متابعين ليكي علشان خاطر انت بتجيب سيره الاهلي. اغلبهم متابعين من الاهلي على فكره، واغلبهم بيتفرجوا عليك عشان خاطر يضحكوا عليك. اغلبهم متابعين من الاهلي علشان خاطر يضحكوا عليك، لان الاسلوب اللي انت بتتكلمي فيه ده هو ما هواش اسلوب رياضه خالص. انت لو انت طالعه تتكلمي او بتلقي خطاب عن حرب هيبقى اسلوب افضل من كده. واهم حاجه، اهم حاجه بس في النهايه عشان نختم وعشان ما نطولش الحلقه، اهم حاجه تخليكي ثابته على كلامك، اهم حاجه تخليكي ثابته على كلامك ان الزمالك بطل الدوري، وان الزمالك متصدر الدوري، وان الزمالك بطل افريقيا من اي اتجاه انا مش عارف، من اي اتجاه انا مش عارف. بطل الكونفدراليه بقى بطل افريقيا، بطل مركز الشباب، مراكز الشباب، بطوله مراكز الشباب بقى بطل افريقيا. الناس دي ان ما جابوش سيره الاهلي ممكن يحصل لهم حاجه بجد والله. ربنا يشفيهم، ربنا يشفيهم. دي طبعا نهايه الحلقه، بتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ولو انت اهلاوي صميم بتحب الاهلي بتمنى انك انت تشرفني بالمتابعه بتاعتك او بالاشتراك في القناه وتفعل الجرس، وما تنساش تعمل لايك ويا ريت تعمل شير، واشوفك على خير في فيديو جديد وحلقه جديده. تعظيم سلام.